السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد تاني مع عمرو شريف على قناة عمرو شريف. انا حاسس ان ده كتير قوي يا عمرو. لو بتاخد حتة واحدة مرة واحدة. مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم واهلا وسهلا بيكم في حلقة من البودكاست جديدة. طبعا ضيف النهارده زي ما انتم سمعتوا كده في الانترو، اعتقد مش محتاج اي انترودكشن خالص او مش محتاج اي تقديم، ولكن خلينا نشوف الضيف بتاعنا النهارده بشكل جديد، نكلمه كلام جديد خالص ما سمعوش قبل كده، بس خلينا نشوف اللي هيحصل معاه. باشمهندس عمرو، اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل، الحمد لله. والله تقريبا انا الوحيد اللي بقول لك يا باشمهندس لغايه هذه اللحظه، صح؟ اعتقد انت الوحيد اللي عارف الحوار ده. يعني انت حتى الفولورز بتوعك ما حدش يعرف حاجه. لا هم ممكن ناس عارفه، بس فكره باشمهندس خلاص يعني. على فكره نص مصر مهندسين، فخلاص يعني ما بقتش تايتل يعني، فاهم؟ ايوه عادي بقول لك يا اسطى عامل ايه يا اسطى. اصلا انا خرجت من العيله كلها مهندسين يعني. أوكي. عيلتنا كلها دي ما فيهاش مثلا دكتور واحد، ما فيهاش ضابط واحد كلها مهندسين، كلها مهندسين. ده الرعب ده والله. فانا خارج عليك ستريس نفسي صعب مبدئيا يعني. الناس اللي حواليا كلها بلانرز فظاع، مخططين جدا، مهندمين جدا، عارفين بيعملوا ايه يعني، ليهم تفكير كده معين، مهندسين بقى. ما لقيتش ده فيك انت. ممكن ما بظهروش. لا احكي لي بقى، احكي لنا اكتر بقى يعني. لا هو طبعا الدراسه بتاعت الهندسه بتاثر جدا في طريقه تفكيرك. لو انت اصلا كنت شخص بتذاكر يعني مش مجرد واخد ده تايتل وخلاص، او انت واخد شهاده كده وتعلقها، لا انت فعلا كنت مهتم بالدراسه جدا. حقيقي الدراسه بتغير تفكيرك جدا ونظرتك للحاجات اللي حواليك. يعني انت يعني مثلا انا كنت ميكاترونكس، فكنت بدرس تخصصات كتيرة كمان يعني، مش بس ميكانيكا وكهرباء واتصالات، يعني درست كذا حاجة. وفي شوية من مدني، في حاجات بس حاجات دايناميك اكتر. بتفرق نظرتك لكل حاجة، ان هي الهندسة بتجبرك تفكر بالطريقة دي اصلا. فالموضوع بيأثر جدا على حياتك بعد كده. ايوه معاك وش يعني. طيب احكي لنا الشفت اللي انت عملته من دراستك للهندسة لليوتيوب. انا عارف الترانزيشن ده حصل ازاي، والنقله دي حصلت ازاي، وانت اتكلمت عنها اكتر من مره. تمام، ولكن قول لي انت ايه المصاعب اللي واجهتك في النقله يعني. لما ابتديت فلوجز وانت في هندسه، دي كانت بدايتك خالص، وكانت بدايه اللهم بارك كانت موفقه جدا يعني. كان ناس كتير بتشهد بيك كفلوجر، وكان فعلا فلوجاتك حلوه يعني. انا كنت بحب اتفرج عليه. فقول لي ايه الصعوبات اللي واجهتك في الترانزيشن او النقله بين انك شخص طالع من هندسه ممكن كمان تشتغل في المجال الاكاديمي، لانك شخص صانع محتوى. اكتر خوف كان فكره المستقبل، ان انت عشان تشتغل صانع محتوى مثلا او بتعمل حاجه على السوشيال ميديا، احنا نعتبر احنا كنا الخط الاول للموضوع. يعني ما فيش حد شفناه مثلا عنده مثلا 60-70 سنة صانع محتوى او كان شغال سوشيال ميديا. فتعتبر انت من الجيل اللي كان بيطلع في الحتة دي. فانت مش شايف ده رايح لفين غير المهندس. يعني في اجيال مهندسين شفناهم عاملين حاجات، فانت عارف الناس دي رايحة فين، عارف ليها ريفرنس. ناس كتير عندها آراء، مجالات متشعبة كتيرة جدا، فرص في كل العالم موجودة. لكن انت هتخلص انت مع نفسك، مش مع كيان معين مثلا وبتنطلق. فطبعا ده انا بالنسبه لي ده كان في بعض من الخوف، اللي هو انت رايح لحته ضلمه مش باين لها، وكل ما هتمشي شويه بقى هتبان لك حتى من الخريطه. يعني انت ماشي حته كده فبان لك حته، بعد كده بان لك حته، فانت بان لك حته. فده صعب، ده مش سهل. انا توكلت على ربنا وكان بدأ اليوتيوب فعلا بدأ يبان له فعلا ملامح شويه. وقلت لا انا هكمل في يوتيوب بس، او هعمل محتوى على السوشيال ميديا بس، وهفكس خالص للشغل هندسه. عملني جات لي كذا فرصه شغل، بس قلت لا فاكس. يعني انا ما اشتغلتش في هندسه خالص ولا مره. قدمت كده في كام حاجه، وبعد كده لما قلت لا فاكس انا هكمل زي ما انا. طب انت اصلا دخلت هندسه عن حب؟ قوي. انت كنت متارجت ده يعني جدا؟ وكنت شاطر في الجامعه واتخرجت بامتياز يعني، ما شاء الله. وحابب قوي الموضوع وفاهم. وبالعكس ساعات كنت يعني في مواد كنت بقعد اشرحها للناس صحابي مثلا او كده يعني. كنت فاهم في حاجات كتيره في هندسه وحابب المجال. وده يعني من وانا صغير. حتى كان في زمان حكيت الحوار زمان في فلوج يعني، كان في انمي او كرتون زمان ياباني اسمه جومارو. جومارو ده كان لعبه ميكانيكس كده صغنونه كده،
وصاحبه عيل صغير بيدخل بيه مسابقات في ضرب وكده يعني. فجومارو ده هو عباره عن روبوت. فالواد الصغير ده يعني هو اللي مركبه او في ليه قصه يعني، هو المهتم بيه جدا. ففي ميكانيكس كتير معقده جوه وبيبرمجوا، فلازم يعمل حركات معقده في الجودو ومش عارف ايه وبتاع. فانا كنت مبهور قوي ان في حاجه يعني. هو ده كان ميكاترونكس اصلا، هو ده لب الميكاترونكس يعني، ده شكل الروبوت ده. فكان نفسي لما انا صغير مثلا نفسي اعمل روبوت صغنون. هو بقى كان في الكرتون كان يمشي معاه في كل حته. يا فاهم. وكان يعني سبحان الله اليابانيين دول كانوا فظاع بيعرفوا حتى يتوقعوا المستقبل في حاجات كتيره جدا. هو كان شغال بالذكاء الاصطناعي يعني، كان بيكوبي منه حاجات. كان مثلا عايزه يتعلم حركات جودو، فكان جاب كاميرا وخلى حد يعمل حركات جودو، فهو بدا يكوبي زي الاي اي والجو ده. فهو كان بيتعلم الحاجات دي. المهم يعني انا بقيت مغرم جدا بفكره الروبوت. يعني انت ممكن تجيب مكنه تخليها تبرمجها وتبقى حاجه. فمن الحوار ده كان قديم قوي عندي يعني. طيب خليني اسالك سؤال هنرجع بيه سنه صغننه. اقول يا باشا، الانترو بتاعتك في فيديوهات بتقولها فيها وفي فيديوهات لا. دي معلومه دقيقه. طب هل انت دي حاجه بتحددها؟ يعني انا بقيت بعد فتره، بعد ما قلت الانترو كتير قوي، حسيت بملل، وحسيت بملل للمشاهدين. هو يا جماعه انت بنغير بقى شويه. فبقيت نوعا ما اعمل دخلات ناريه يعني، او حاجات نوعا ما برضو تكاتش شكل السوشيال ميديا بيتغير. يعني زمان لما طلع برامج على اليوتيوب بالذات، كان هو كان برنامج كأنه برنامج تلفزيوني بس على يوتيوب. ده زمان قوي يعني، من ايام ما اليوتيوب برامج دي بدأت. مثلا من ايام السعودية كان في كذا برنامج مشهور قوي زي إشيلي مثلا، زي على الطاير مش عارف ايه. كان يعني كنت بتابع جدا البرامج دي وبعشق الكونتنت كريتورز بتاعتهم الصراحه، ناس جامده قوي. فهو في اخر كام برنامج فليه دخله في نهايه في ستراكشر البرنامج. دلوقتي الموضوع اتغير بقى، في الموضوع السريع، التنشن بتاع الناس بقى مختلف تماما. فبقيت عايز نوعا ما بقى يعني تجدد. لو انت جبت لي كل شويه نفس الدخله بنفس الطريقه، انا خلاص انا عايز تجديد. فبقيت اختار شو مثلا النهارده هنتكلم عن ايه، او ايه الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهارده في الحلقه، واحاول اعمله دخله. فلو هتكلم مثلا ايس كريم، الجو حر قوي فمحتاجين نشوف مش عارف، لازم تقعد بقى تفتكس دخله. فاهم؟ فانت ايه فانت فاهم بتقلب مثلا، فانت فعلا حران فشفت الفيديو فتقعد ما تتفرج. بتحاول تكاتش حاجه زي كده بس. فبقيت اغير شويه الموضوع. اوكي. اصل عايز اقول لك يعني عدد صناع المحتوى اللي بيعملوا انترو خاصه بيهم، هم مش قصدي انترو جرافيك، لا مقوله زي اللي انت بتقولها، زي اللي دخلنا بيها، زي اللي انا بقولها، عددهم يتعدى على الصوابع الناس اللي ليهم انترو خاصه. فاهمني؟ وعايز اقول لك ان ده بيثبت مع الناس، يعني ده بيعلم مع الناس. انت بتبان كده. انا احيانا في ناس تشوفني في الشارع هو مش فاكر اسمي اصلا. ايوه هو انت مش بتاع مساء الفل؟ ايوه انا بتاع مساء الفل. انا بتاع شاهين لما الشرط بتاع الحنطور. ايوه الشرط بتاع الحنطور. ايوه اي حاجه بتاع الفيديو الحماره. فاهمني؟ نفس الفكره دي. فاهمني؟ فكان عجبتني جدا الانترو بتاعتك، وانا كلنا احنا كمتابعين ليك مرتبطين بيها. فكان مهم جدا بالنسبه لي ان انا اعرف هل انت بيبقى ليك بتفرق طبعا متابعين جدا فكره الدخله او اي متلازمه. فانا بقيت حتى يعني متلازمه بقى جوه الفيديو، مش شرط زي في المقدمه. انا بشوف فعلا المتلازمات بتعلق قوي مع الناس، وحلاوتها بجد انها تبقى فعلا طبيعيه. يعني انت ما قعدتش كده، انت قعدت كده ايه، انا هكتب هقول مساء الفل افري بادي. لا بادي مش مظبوط، اقول بادي عشان تبقى مش بتقعد تبلان ليها. فاهم؟ هي بتيجي كده عفويه. فهي دي حلاوتها. فالناس فعلا بتحسها قوي، بتحسها انها قريبه جدا. فده حلاوه الموضوع. بعد كده متلازمه بعد كده بقى في الفيديو بشكل عام، وش بتلزق، بتبقى حاجه براند حلو ليك طبعا. اوكي جميل. عمرو، ما تكلمنا كده عن علاقتك بجدك. والله علاقه وطيده يعني جدا. ما شاء الله. يعني انا وجده من زمان، اكيد من زمان. علاقتي بيه كويسه جدا الحمد لله. ما شاء الله. من وانا صغير كده مثلا ايه، يقعد يعلمني الساعه، تعالى اقرا الساعه، تقرا الساعه ازاي. هو اللي بقى علمني شويه انجليزي في الاول، حروف مش عارف الفيرب تو بي مش عارف ايه. فدايما في كده ايه يعني، في الحمد لله علاقه بيننا كويسه جدا. وهو سبحان الله يعني انا علاقتي بيه مختلفه خالص عن بقيه الاحفاد. انا ما اعرفش يعني، انا دي حاجه انا مش متدخل فيها، بس طبعا بقى بيحس ان هو مرتبط بيا جدا
وانا صعب بمقصر معاه كتير في حاجات كتيره، بس يعني هو دايما مرتبط بيا قوي. حتى مثلا يكون تعبان شويه او كده فيقولوا طب هاتوا عمرو نقعد معاه شويه بتاع هيفك. فاول ما اجيله بيتحسن فعلا. وده ده اختلف خالص، ده ما كانش كده، ده مش عارف كده. فربنا يعني يدي طول عمري يعني ويحفظه يعني. امين يا رب العالمين. ده كان مهم جدا بالنسبه لي ان انا اسال فيه، لان عارف في الفيديو اللي جدك ظهر فيه انا حسيتك مختلف. يعني طبعا عمرو في الفيديو ده كان مختلف، حتى الكومنتس اللي على الفيديو ده الناس خدت بالها، فاهمني؟ الفيديو ده الناس تفاعلت معاه اول مره ظهر معايا فيه تفاعل معاه بشكل كبير قوي. الناس برضو تبقى يعني يعني فيها ايموشنال عاليه قوي بحاجات زي كده. وبدا ناس تقول لي عايزين جدا معاك كتير. تصوير مرهق بشكل عام، بيبقى مش سهل انك ممكن تقعد فتره طويله بتتكلم او كده او مش عارف. هو الفيديو ظهر معايا اول مره بتاع الجمبري، سوشيال الجمبري تقريبا. هو يعني تعب فاهم من تصوير، فما حبيتش استغل ده. مع ان الحلقه ضربت، يعني الحلقه وقتها ما نزلت عملت ارقام مش طبيعيه عندي على القناه. صحيح. وهو كان حابب بعد كده يظهر تاني في حاجات، بس انا حسيت ان انا يعني بستغله في حاجات انا مش حابب استعمله كأداة فيوز. ما ده بيجيب مشاهدات والناس بتتفاعل وكومنتس وبتاع، طب ما ده حلو فنزود عليه، فنزود بقى ما وبتاع ويا عم هيظهر كمان هيتعب شويه. لا انا ما حبيتش ده. بقيت احاول امظره في حاجه تبقى فعلا انا فعلا يعني شايف ليها توظيف معين وتبقى فعلا حلوه وهو ما يتعبش فيها. صح ايه، الناس بتقول لي اظهر مع جدك وبتاع، بس انا مش حابب ان هو يبقى اداه لمجرد ان انا اجيب مشاهدات. فدي حاجه مش حلوه الصراحه. اتفق معاك جدا فيها. طيب بص، انت كنت قلت اكتر من مره في فيديوز يعني او فلوجز او بودكاست او حتى بيننا وبين بعض ان انت احيانا كده عارف انت صانع المحتوى بيتحط في موقف ممكن يضطر يعمل حاجه ضد افكاره او ضد مبادئه او ضد الحاجات اللي هو عايز يظهرها. في موقف تقدر تحكوا لنا انت وقعت فيه في حاجه زي كده، او حتى لو مش عايز تذكر لا يعني هو انت لو قصدك يعني عشان الاتجاه مثلا العام انت حاجه ناس بتعملها وانت مثلا مش عايز تعمل الحاجه دي مثلا انت طبعا في الاخر انت كصانع محتوى، سواء مش انا بس اي حد على السوشيال ميديا هو بيقدم المحتوى ده للناس. فلو الناس انت مثلا عندك ذوق معين او حاجه عايز تقدمها بشكل معين وطرحتها على السوشيال ميديا والناس مش مهتمه بيها، فهتضطر تعمل حاجات الناس مهتمه بيها. وده دايما مش حلو، يعني دايما مش حاجه لذيذه. لازم بقى تعمل ميكسات. يعني انت مثلا عايز تقدم محتوى تاريخي، تمام، ايا كان في عصر ايه، لو انت قدمته بشكل نمطي عادي جدا ما حدش هيتفرج يعني، او تلاقي مثلا بيتفرج عليك 100 واحد ولا بتاع. طب انا في الاخر ما انت ممكن محتوى قيم قوي وفي فاليو عاليه قوي وفي معلومات حلوه قوي، بس هو عشان يطلع للناس والناس تستصيغه محتاج يتوظف بشكل معين ويترسم بشكل معين، او تغير المحتوى كله بقى. يعني تقول فكك بقى من كل بقى التاريخ بقى بتاع ما باكلش عيش، انا اروح اعمل ليبسينج بقى ولا اعمل اي حاجه، فاهم؟ انا هما انا في الاخر عايز الناس تشوفني، فاهم؟ فده ساعات بيأثر على ناس كتير قوي 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 في صناعة محتوى بشكل عام على السوشيال ميديا. الشطارة ان انت تعمل حاجة انت بتحبها بلس الناس حباها بلس ما فيهاش تنازل عن خالص عن مبادئك. مش مهم تبقى موافقة قوي لرؤيتك 100%، بس في مبادئك نفسها انت ما غيرتهاش. ده انا بالنسبة لي ده لذيذ حلو قوي. طالما ما فيش مبادئ انت تنزلت عنها فتمام يعني. طالما انت بتعمل حاجة بتحبها والناس يعني متوافقة معاك دوس يا باشا، ايه المشكلة يعني؟ حلو. طيب انت بدأت في 2013 تقريبا لو انا فاكر صح يعني. لا انا بدأت في 2017 يس. دي كانت بدايتك خالص؟ دي كانت اول 16 17 دي كان اول حاجة اطلعها على النت. طب احساسك انت كان عامل ايه مع اول فيديو انت نزلته؟ وانت بتشوف الفيوز وبتشوف الكومنتس؟ احساس وحش قوي. كان فيديو وحش قوي. الفيديو ده انا كنت عايز فلوج ومتصور انا لما اجيب الكاميرا انا هعرف افلوج. جبت الكاميرا وهفلوج بقى. طب هفلوج ايه؟ مش عارف افلوج، مش عارف الفيديو يبدأ منين بينتهي منين هيروح لفين، مش عارف. فبعد ما صورته قلت لا انا مش همسحه. انا كنت يعني بقالي 3-4 شهور بخطط لليوم ده. يعني انا بقيت 4 شهور فعلا ببلان ان انا هفلوج في اول يوم جامعه في السنه الجديده. فاليوم ده جه خلاص اهو، وانا بقى بعد بلاننج بقى ما اعرفش بلان لي ايه الصراحه، بس بلان وخلاص يعني. جبت بقى الكاميرا والدنيا والحاجات وجا اليوم وفكس مني خالص.
فقلت انا هنزل الفيديو، انا هو وحش، هو فيديو وحش قوي، انا هنزله عشان لو انا ما نزلتوش انا مش هبدا. يعني انا امتى هبدا؟ امتى ما انا عايز ابدا انزل اي حاجه على النت. هو فيديو كان سيء جدا ولا زال موجود على القناه يعني، بس نزلته وخلاص يعني. قلت يعني كبدايه يعني، وان شاء الله بعد كده بحاجات تبقى تطلع احلى يعني. بس انت ما شلتوش يعني لغايه هذه اللحظه؟ ايوه موجود وبعد ممكن اشيل بعد الحلقه دي ممكن اروح اشيله. انا كنت هستأذنك اصلا، ممكن نظهر جزء من الفيديو ده في الفيديو ده اذا مسحتوش اظهره. خليه برايفت. انا اسمي عمرو شريف، طالب هندسه، وقررت اعمل ديلي فلوج. هو مش ديلي قوي يعني، بس يعني هحاول نعمل فلوج يوميا يعني. صدقني يعني البدايات بتاعت الواحد لما بيرجع يتفرج عليها، هو زي ما تقول كده، هو بيبقى منبه او ريمايندر يفكرك انت ليه بدأت اصلا، يفكرك انت بدأت ازاي، انت كنت فين وبقيت فين. احيانا لما بحس ان انا مش بنجز حاجه في حياتي، هو ده احساس بيجي لي صعب يعني، صعب ان هو يجي لي بصراحه يعني، ولكن انا بني ادم وبيجي لي احساس ده من وقت للتاني. برجع اتفرج على الفيديوهات اللي انا عملتها في البدايه خالص واشوف انا كنت فين وبقيت فين. الاعلانات على شركتي انا جيت واي نفسها، فاهمني؟ الاعلانات اللي كنا بننزلها ساعتها، الفيديوهات اللي كنت بنزلها على الصفحه دي بتفرق جدا لما تشوف بدايتك وتشوف انت فين دلوقتي. بتفرق جدا. انا فعلا بقعد اتفرج على اي فيديو قديم ليا يعني، حتى لو من سنه، يا انا كنت في الفتره دي كنت في الحته الفلانيه، كان عندي الصعوبات الفلانيه، او كنت في حته حلوه مثلا. بتفرق جدا، بتعمل لك تجديد كده في حاجات كتير قوي. فما بالك في اول فيديو انت عملته مثلا. صحيح، ذكريات كتيره قوي يعني، ومشاعر فاهم متلخبطه يعني. انت كنت فاكر، انا مثلا كنت فاكر قد ايه الوقت ده كان صعب، وكانت نفسيتي او نفسيتي او الموضوع عليا صعب قوي. فانا فاكر ده، فانا بفتكر اصلا الشعور ده بيضايقني. بس في نفس الوقت اقول هو ده اللي انا بدات بيه ووصلني فيه دلوقتي بالظبط. وانا بشكل انا بحب اعمل فيديوهات جدا يعني. دي بقى الفكره التانية، انا بحب اعمل فيديو مش شرط عشان اكل، بحب اصنع فيديو، بحب اصور يعني، بحب اقعد افكر في فكره فيديو معينه واصورها واخرجها بشكل ما ومنتجها بشكل معين. ده بالنسبه لي اصلا متعه ما بعدها متعه، بعشقه. وعشان كده انا الحمد لله مكمل في يوتيوب. انا بحب اعمل فيديوهات، فده بيفرق معايا قوي الصراحه. طيب انت كنت قلت قبل كده ان انت نفسك يبقى عندك البيزنس بتاعك. قوي. طيب هل فكرت في حاجه زي كده دلوقتي؟ عندك بلان معينه حابب ان انت تتكلم عنها؟ كل ما اجي اقول عايز اخد خطوه البيزنس دي دايما بتجه ان انا اكبر القناه. يعني انا المفروض الفتره الجايه دي المفروض يبقى في خطوه ونقله كبيره جدا في القناه عندي، بحاول لسه اشتغل عليها، يا رب تنجح يا رب. فكل ما اجي اخد خطوه البيزنس بحس ان انا لا، انا اليوتيوب عايز مني اكتر، صناعه المحتوى محتاجه مني اكتر. ما وخصوصا برضو البيزنس في مصر مش سهل خالص، وبيصعب مع الوقت يعني. من سنتين 3 غير دلوقتي، وربنا يستر الفتره الجايه كمان. فالموضوع فعلا بيبقى صعب. طب انا دلوقتي الموضوع معايا شغال حلو وبيكبر معايا، وعندي فيه افكار وعندي فيه مجهود ممكن اطلعه، طب ما اعمل ده، فاهم؟ ولكن انا مؤمن ان انا هواجه في يوم ان شاء الله وهيبقى عندي بيزنس خاص بيا. ده انا مؤمن بيه جدا يعني. ايه هو؟ مش عارف. مطعم ممكن، بس مش لازم يعني. ممكن يبقى حاجه مش مطعم اصلا، بس نفسي قوي الصراحه. ولو هعمل حاجه نفسي، مش شرط بس نفسي تبقى حاجه فعلا جديده. وده مش صح يعني، ده تفكير مش صحيح. انت لازم دايما تخترع حاجه يعني، او تعمل حاجه مختلفه خالص. لا، انت ممكن تلعب بحاجه هي اصلا موجوده وناس بتحبها وخلاص. بس انا ببقى نفسي اعمل حاجه فعلا تضيف، او حاجه نوعا مختلفه عن اللي حواليك فتتميز بيها قوي. ده اصلا عشان تقعد تفكر فيه وتشتغل عليه وتسعى له وتصرف فيه، ده صعب يعني، ليفل صعب. صحيح. بس ده نفسي الصراحه جدا. مثلا انا اتمنى لك التوفيق في الحته دي. وبص، هو فكره البيزنس هو فعلا صعب شويه في مصر، ولكن هو كل حاجه دوبل. الفكره في البلاننج. وانت انت بما انك دخلت هندسه، فانت البلاننج ده جزء من شخصيتك اصلا. مش هتعرف ان انت تتنازل عنه. مش عارف ليه حاسك هتبقى افضل لو بعدت عن حته المطعم، لان حاسس ان انت لو فتحت مطعم انت ممكن البيزنس ينجح، بس ما اعتقدش ان ده هيخدم على القناه بتاعتك. لا مش هيخدم، بالعكس هيضرني جدا. هيضرك. انا حاسس ان ده هيبقى ضد. مش هو ده الواد اللي عمال يقطع في كل المطاعم وعامل فيها شيف وعامل فيها ناقد طعام؟ ده احنا نيجي نشوف بقى بيعمل ايه. هنطلع قطة الفطسان. وفعلا بص، انا ممكن بطلع في الفيديوهات
زي اي مستهلك للمطاعم. وده طبيعي، انت لما تيجي تطلب سندوتش ولا في مطعم بتاع بتبقى عايز الخدمه تجيلك احسن حاجه واحسن اكل بتنقل تجربه طبيعي جدا. ولكن خلينا متفقين ان تجربه المطاعم بالذات في مصر او بشكل عام مش سهله، يعني هي فعلا صعبه. وانا في الاول كنت مستهتر بالكلام ده، وبعد كده لا، انا فهمته وشفته ان ده بيبقى دي صناعه ليها ابعاد كتير جدا، فالموضوع مش سهل. ولو في حد بيعمل مطعم ناجح في مصر، فالراجل او الناس دي او الشخص ده برنس قوي، لانه الموضوع مش سهل. بس انا بقى في حاجات انا بصراحه ده بتضايقني، ان في بقى تظهر من زمان براندات هي سبوبه بحته. هو لا بيفكر يقدم كواليتي ولا بيفكر في العميل جاي يعمل ايه تراضى، مش فارق معاه. هو عايز ياخد القرشين اللي في جيبك ويديك الفتات اللي شويه فتات كده وروح. فانا ده بينرفزني، ان انت واخد الموضوع انا عايز اخد اللي في جيبك وخلاص. فده مش حلو. ولكن او في نفس الوقت او يعني برضو مشكله المطاعم من مشاكل كبيره جدا فيها ان العامل البشري فيها عالي قوي. مفيش مثلا آلات كتير، ولو دخلت آلات كتير تبقى مكلفه قوي عليك، ففي ده من العامل البشري. فساعات الناس اللي شغاله في المطاعم دي ما بتديش فعلا الشغل الصح، في اهمال، في عدم مراقبه على نفسه، او مش فارق معاه، مش عارف ان ده ربنا في اخر حاسبه عليه ان هو بيشتغل وبياخد فلوس، وده هيوصل لناس ممكن تتضايق وتتاذي، ما بيفرقش معاه. فده في تقصير، فده بيضايق قوي. انا نفسي بس ان لو في حد بيشتغل حاجه معينه يحاول ان هو يعملها على قدر يعني اكمل وجه وخلاص، والباقي بقى بتاع ربنا. اتفق معك جدا احنا متفقين في كل حاجه يعني. الحمد لله مفيش اختلافات خالص. صدقني لو كان في اختلافات ما كنتش هتبقى قاعد هنا. طيب انت بتحب الرسم وبتحب الديزاين جدا. طيب الموضوع بدأ معاك ازاي؟ بدأ معايا في الاول خالص في المدرسه. بحب ارسم، يعني كنت برسم حلو جدا في حصه الرسم وبتاع، اقعد افنن وارسم وبتاع. وبعد كده الموضوع ده دخل معايا في سكه الفوتوشوب. بقيت كنت بدخل اقعد بقى ديزاين وانا في اعدادي مدرسه. كنت ادخل مسابقات فوتوشوب في منتديات بقى، واليوزر نيم بتاعك مش عارف باسم حركي مش عارف ايه، ومثلا في تصميم معين في مثلا زي مناقصه كده حد عايزين يساعده فيقدم، فادخل اصمم واقدم وبتاع، واقعد اتعلم تريكات فوتوشوب ومش عارف ايه، وازاي تعمل كلمه كده بالنار ومش عارف ازاي، واقعد بقى مبسوط بقى قوي، فاهم؟ بقعد اعيش مع نفسي يعني. فعيش شويه حلوين قوي في الفوتوشوب الصراحه. وبعد كده اتجهت شويه افتر افكت، شويه بقى موشن جرافيكس وكده بسيطه برضه. عايز اقول لك ده فرق معايا جدا دلوقتي، مثلا عشان اصمم مثلا ثامبنيل مثلا للحلقه وكده، بعرف في تولز اعرف استعملها، احط الصوره على الفوتوشوب واقعد اتفنن فيها واظبط اللون ده واظبط مش عارف البلور دي مش عارف تعمل ايه. ففرقت معايا قوي. فانا الموضوع يعني راح معايا اكتر في سكه الفوتوشوب اكتر او الديزاين اكتر. وبرده فرق معايا برده في هندسه، يعني مثلا لو كان في اي شغل ورقي مثلا ومحتاجين تصميم معين، كنت اقعد بقى اسيب اقول لهم بصوا لي حته تصميم لي، انا اقعد انا اتفنن فيها كده واظبطها واعملها وبتاع واعيش بقى مع نفسي خالص. وكروح بيها مثلا المعيدين وبتاع، ايه ده انت اللي عامل ده انت تسيب هندسه خالص وتروح تشتغل في البدايه ما شاء الله. يعني هو طبعا كان تصميم اي كلام بالنسبه للمحترفين، بس هو بالنسبه لحد يعني ملوش في تصميم قوي، ده بالنسبه له ده شغل بدايه. ايوه رهيب طبعا جامد. بس فانا بحب قوي الحته دي، والحته دي اصلا اخدتها من جدي. يعني جدي اصلا رسام حلو قوي ما شاء الله، يعني بيرسم على حاجات كتيره قوي، يعني بيرسم على الازاز وبيرسم مش عارف على ايه وعلى ايه وعلى ايه من زمان يعني. وخطاط رهيب يعني، ما شاء الله. خط يعني بيعرف يكتب كذا خط معين، ويقعد ممكن ساعات عشان يكتب مثلا كام سطر بس. ونفس كامل لوح وكده بيقعد بالايام يرسم لوحه. فانا ممكن برضو دي خدتها منه، حته الرسم والكده من عنده يعني. ما شاء الله. يعني هو جدك خده ككارير، مش مجرد هوايه يعني؟ لا يعني ما خدوش كشغل شغل. ظل هوايه بس، يعني ساعات كان ممكن يعمل بيها ايه زي فريلانس كده. حاجه كده يعني. طبعا ما كانش في حاجه اسمها فريلانس طبعا. ايوه بس يعني كان فريلانسنج. تفتكر صحيح الفريلانس زمان كان اسمه ايه؟ ما كان في اسمه نحتايه. في ناس تقول لك فريلانسر على باب الله بس بالانجليزي، فاهم؟ والله
والله. طب خلينا نتنقل لموضوع تاني، احكي لك قصه صغننه كده جدا وانت هتفهم منها انا عايز اكلمك فين. قول يا باشا. واحد صاحبي جالي من حوالي 4 شهور او 3 شهور بعد رمضان على طول. 3 شهور بعد ايه؟ بعد رمضان. بعد رمضان. صاحبي ده يعني ما شفتوش فيس تو فيس ولكن بنلعب مع بعض من وقت للتاني. اوكي. لقيته جاي يقول لي مش عمرو شريف بيلعب لول؟ قلت له عمرو شريف مين؟ قال لي عمرو شريف صاحبك اللي بيعمل في ريفيوز عن الاكل وبتاع. قلت له بتتكلم بجد؟ قال لي اه والله. ليج اوف ليجندز اللي هي اللعبه الموجوده دي. فقلت له لا ده انا لازم اكلمه. فالمهم بعت لك وبتاع، هو اسمه عمر فريد بالمناسبه يعني. اوكي. فقلت طب لا انا لازم اشوف عمرو فين. هو عارف ازاي عمر فريد؟ اكيد عمر فريد متابعك. اوكي. فاهمني؟ وما اعرفش هو عرف منين. فمن هنا انا عايز اسالك سؤالين. هسالك اول واحد الاول. اوكي. انت الناس عرفت ازاي ان انت ليك في الجيم؟ بلعب ممكن في كام حلقه كده ظهرتها في حته بسيطه. وكنت بصور حاجه مثلا فباكل حاجه فما انا بلعب لعبه او كده. هو مش كانش هدف منها ان انا اظهر ان انا بلعب، كان الهدف منها ان تبقى في ديناميكيه في الفيديو اكتر وانا باكل او انا بعيش اليوم ده بشكل ما. فممكن ظهرت لقطه الفيديو في ملعب مثلا لول او بلعب فيفا او كده يعني. اعتقد ظهرت او في ستوري، ممكن مره ستوري ظهرتها كده على الانستجرام. بس اعتقد الفيديو اللي ممكن علم على الناس قوي كان خليت الشات جي بي تي يحدد اكلي لمده يوم. ففي اليوم بقى ده ظهرت كده كام مره بلعب فيه. اعتقد ده سبب. طيب بص يا سيدي، انا جيمر حلو كده. ومن زمان يعني انا خدت بريك في حياتي حوالي 10 سنين ما بلعبش جيم خالص. حلو. ولا حتى بلعب على الموبايل. جامد. فاهمني؟ لان انا كنت اخر لعبه لعبتها كانت في 2011 كانت The Elder Scrolls of Skyrim. انا قعدت العبها 24 ساعه متواصله. انا بقوم اصلي وارجع، اقوم اكل ارجع، اقوم اخش الحمام ارجع، 24 ساعه متواصله. اليوم ده انا قررت ان انا مش هلعب تاني. حسيت ان انا بضيع. لا انت كده داخل في مرحله وحش قوي فاهمني؟ فقطعت جيمنج خالص. قلت انا هركز بقى في حياتي. ركزت على السكيلز وبتاع ومش عارف ايه. وجينا بقى في 2021 جت كورونا خبطتنا، او 2020 مش فاكر بالظبط. قعدت في البيت فمش لاقي حاجه اعملها. طب فين يا معلم اللي احنا كنا بنعمله زمان ده؟ جمعت جهاز وجبت وعملت وابتديت ارجع تاني للجيمنج. حلو. انت بقى الجيمنج بدأ معاك ازاي؟ من زمان برضو قوي. كان عندنا بي سي صغير كده في البيت. فكنت طبعا لازم تلعب بأي حاجة. ديزرت مثلا 2 مش عارف ايه، حاجات كده. لعبة صلاح الدين بتاعت زمان دي. حاجات كده. حاجات كده يعني. فيفا بقى ولا مش عارف كان اسمها اليابانية زمان والحاجات دي. وانا برضو عشان كنت متربي في السعودية ففي برضو ثقافة لعب شوية ما عشتهاش هنا بقى في السايبر والجو ده، ولكن كنت ليا في الموضوع يعني. وبعد كده شوية جبت بلاي ستيشن 2. كان بقى كل مدرسة عندهم بلاي ستيشن فلازم تلعب بلاي ستيشن. ادمنت شويه بلاي ستيشن شويه حلوين قوي يعني. بعد كده جبت 3. دخلت بقى في حكايه البلاي ستيشن دي يعني، عايز العب بقى العاب فيفا. وقبلها كان بيس. دلوقتي بعد كده حاولنا كلنا فيفا بعد كده. واي بقى لعبه تيجي في وشك كنت بقى العب فاهم. لحد ثانوي، لحد ما خلصت ثانويه عامه. انا خلصت من هنا انا مخلص ثانويه عامه في السعوديه. جيت بقى مصر هنا نسيت كل حاجه. شديد بقى الفيشه زي مركز بقى في الجامعه. جامعه بقى هندسه مش عارف ايه. وكنت متابع كوره جامد جدا زمان يعني. زمان كنت بتابع كوره قوي بشكل كويس يعني. نزلت بقى نسيت بقى عالم يعني. انا الى الان متابع كوره اصلا لا خالص. كنت يعني انا الى الان انا يعني عايش في برشلونه بتاع ميسي ونيستا وشافي يعني انا عايش في كريستيانو بتاع ريال مدريد يعني. انا عايش لسه هناك. ايوه فاهم. رونالدينهو لما كان برضه في برشلونه. انا كنت في الحته دي. لما انقطعت بقى فتره طويله جدا عن الكوره وعالم الكوره خالص، ورجعت مؤخرا اتابع شويه. العالم اتغير. ميسي كان هيروح السعوديه، كريستيانو راح السعوديه يعني. الدنيا اتغيرت خالص فاهم. مؤخرا بقى ده بقى جينا في الكلام. قعدت فتره برضو قاطع برضو 5 سنين ولا حاجه او 7 سنين. ومؤخرا بس قررت ان انا اجيب بلاي ستيشن 5 وابدا ارجع تاني شويه للعالم بتاع الجيمنج. ومش عارف برضو لول لعبتها شويه في الجامعه كده. كانت مجرد بريك كده شويه في الجامعه بس ما مش كتير. لعبت مثلا كام شهر وبعدين قطعت برضو تاني فتره طويله قوي. جه بقى قلت لا انا عايز يعني باخدها كمخرج او كبريك من حاجات كتيره جدا في اليوم او في الاسبوع. محتاج ان انا افصل فاهم. يا في اول اليوم كبدايه، يا في اخر اليوم كنهايه يعني كده يعني. بتفرق معايا قوي.
ولكن للاسف لما بزود جيمنج اكتر بتخن اكتر. يعني أنا يا اروح الجيم يلعب يعني مش هينفع اعمل الاثنين. فبلاحظ لما يعني نزلت مره إلدر رينج وختمتها فمش عارف في شهرين 3 مثلا حاجه كده، كل ما العب لي ساعتين كده وبتاع. بعد الفتره دي لقيت نفسي زايد مثلا 10 كيلو. ففي ال3 شهور دول زدت 10 كيلو. تنزل الجيم عشان اخسهم يعني خلاص. ما فعرفت دلوقتي برضو بلعب دلوقتي شويه فزدت برضو شويه حلوين. هضطر اوقف اللعب وانزل الجيم تاني وهكذا يعني. اوكي تفرق قوي الصراحه. طب بص، هو في ناس بتقول على اللعب ده ان هو حاجه تافهه. انت شايف بص، حوار التفاهه دي تختلف من شخص للتاني. يعني كل واحد عنده دايما الريفرنس بتاعه لمفهوم التفاهه، وممكن هو يبقى بيعمل حاجه تافهه بس هو مش شايفها تافهه عشان هو بيحبها. فاهم؟ انت ممكن مثلا توصل يعني انت ممكن تبقى عندك وجهه نظر مثلا ان قرايه الجرايد من صفحه للصفحه كلها تضيع وقت. هو شايف ده تثقيف، ده انا بتابع البتاع ده مش عارف ايه. ده وجهه نظر. انا شايف انه الموضوع طالما ليه حدود وما زادش عن حده، بتقعدش 24 ساعه تلعب لعبه معينه مثلا، فده اوفر قوي. انت بقاش لك حياه. طالما في المقبول انا شايف انه عادي جدا. فاهم؟ ولانه فعلا بيفرق. دي الحاجه التانية هي تبقى سكيل. تبقى انت عشان تعرف تلعب العاب دلوقتي مثلا مش اي حد يدخل يقول لك انا طب هدخل العب. طب ادخل ورينا بقى. العب كده فيفا مثلا هتشوف هتعمل ايه. هتاخد لحد ما تورم. فاهم؟ مثلا العب اي لعبه الجديده دلوقتي محتاجه سكيل. ودلوقتي كمان الموضوع يعني في عالم السوشيال ميديا دلوقتي ده بقى بيزنس. في ناس في العالم مليونيرات من الجيمنج بس. هي بقت صناعه، بقت خلاص بقت اندستري، مش مجرد هوايه. موضوع يعني اتجاه مختلف تماما عن زمان. وبقى حتى لو انت مش هتدخل بيها مسابقات وبتاع سوشيال كونتنت، يوتيوب، تويتش، مش عارف ايه، انت بتستريم فيسبوك دلوقتي كمان بقى دخل، مصدر دخل للناس. فانا ممكن بلعب لعبه وبدخل فلوس وبعد كده بتتحول بقى ليه هو كصانع محتوى، مش ان هي لعبه. بالعكس ممكن تبقى خنقه، بس هو لازم يعمل كده عشان هو لازم ده مصدر دخل عيشه. فبيبدا يعني بيلعب عشان هو عايز يكسب فلوس بس. فالدنيا اختلفت عن زمان خالص. وانا عارف برضو ممكن اللي بيصنف الحاجات دي الناس اللي ممكن يجي لك بينا على طول، بس هو الجيمنج اللي هو عاشه غير دلوقتي. هو ايه كان ايه وقتهم او وقت ما احنا كنا صغيرين قوي؟ ايه كان الجيم اللي موجود؟ ايه الجيمز اللي كانت موجوده وشكلها كان عامل ازاي وقعدها كانت عامله ازاي؟ دلوقتي الموضوع يعني هذا مثلا اخر لعبه إلدر رينج مثلا دي اللي مكسره الدنيا اللي لعبتها، يعني دي حاجه مجنونه يعني. يا جدعان ده مستوى تاني خالص من اللعب. يعني كأنك بتلعب مسلسل او بتلعب فيلم انت اللي بتحدد نهايته. خطير يعني. وكمان الناس بتوع الشركات بيتعبوا او بيعملوا تفاصيل في اللعبه خطيره يعني. انا مثلا كمثال برضو إلدر رينج مثلا في مثلا مش عارف 100 مثلا سلاح او مش عارف كام، كل واحد بيديك متعه لعب مختلفه تماما في الموضوع. يعني تجربه وديناميكيه لعب مختلفه تماما عن اللي قبله. يعني ممكن العب 100 مره مثلا عشان اعيش القصه الفلانيه او مش عارف ايه. كول اوف ديوتي مثلا تفاصيل المسدسات وده واساميهم وليهم اسامي مشهوره ومش عارف ايه وخصائصها، وده سريع ده بطيء ده طائق بتاعه مش عارف رتمه عالي ده رتمه مش عارف عامل ازاي. استراتيجي، طب انا هطلع دلوقتي مش هعمل ايه، انا هطلع هنا اظبط مش عارف ايه، تضرب هيد شوت الايمنج بتاعك مظبوط ولا مش مظبوط، حسيت ايدك عامله ازاي. موضوع حلو قوي طبعا، حلو جدا. انا بستمتع جدا بالحاجه دي طبعا جدا. طيب اديني 5 اسماء العاب دي اكتر العاب انت بلعبها دلوقتي في الفتره الحاليه. انا فاهم الموضوع كل فتره كده الواحد بيجي عليه العاب معينه، بس الفتره دي انت ايه اكتر 5 العاب حاليا؟ لول، فيفا، دول اكتر حاجتين. شويه كول اوف ديوتي بسيط، كول اوف ديوتي بس عايز اتعمق فيها اكتر. بلعب اسمه انسايد، مش عارف اللي هو عارف الواد الصغير اللي بيجري ده في ضلمه، ليتل نايت مير تقريبا او حاجه زيها كده، حاجه اسمها انسايد حاجه كده. هي نفس الكاتيجوري بتاع ليتل نايت مير ده بس حاليا بتحرك فيها. التكس 2 مؤخرا بتلعبها شويه. تكس 2 جامده جامده، خاصه لو كوب، لو بتلعبها مع حد يعني. حلوه قوي وفيها ديناميكيه خطيره.
وقصه حلوه قوي. دي برضه مؤخرا بتلعبها. بس لسه مختم جوست اوف تسوشيما. دي رهيبه، هي قديمه شويه بس حلوه قوي قوي يعني. حلوه جدا جدا يعني، عجبتني قوي الصراحه. طب انا عندي فكره. قول يا باشا. تعال نكمل كلامنا واحنا بنلعب جيمين فيفا، ايه رايك؟ جامد ولا ايه؟ والله مش انا اللي هقول بقى يعني، معلش المتابعين هم اللي هيقولوا مش انا. يلا يا باشا يلا، شوف هنا شايل التاني على المايكات. يلا على المايكات. يلا بينا. يلا. هتلعب بمين يا باشمهندس؟ اللي انت عايزه يعني، شوف انت عايز ايه وانا. طب بص، اختار انت. بصراحه يا جدعان الراجل ده نفخني قبل كده اونلاين، وكان بيلعب باريس سان جيرمان وانا كنت بلعب ريال مدريد، فهنلعب بنفس التقسيمه دي. انت اصلا بتلعب مين اصلا في الطبيعي؟ ريال مدريد اصلا. انا حاسس باريس يعني تقيل قوي. العب بالتقيل قوي. ما انا مش، انا عايزك، انا بحسه مش فير يعني. انا هو لا هو فير. لا مش فير يا عم، هو فير. اسمع، انا مش فير، انا مش انا مش مبسوط. طيب انت حابب تلعب بمين؟ اي حاجه هنشوف. ماشي اتفقنا. ماشي يبقى كده مانشستر سيتي وريال مدريد. تمام. عايز اسالك برضو سؤال يا عمرو، واحنا بنلعب يعني كده. انت موضوع انا عارف ان موضوع الاكل جه معاك في فيديو من الفلوجات، من فيديوز الفلوجات، صح؟ يس. احكي لنا الحوار ده حصل ازاي؟ الموضوع صعب، انا جاوب انا كده. والله الموضوع بدأ لما كان في تحدي بيننا كفلوجرز، ان نعمل 30 فيديو في 30 يوم. وفي فيديو عطلت فيه، كنت اشتغلت كذا يوم كده ومش عارف ايه بتاع، بعدين جاء يوم سقط مني، فعشان اعوضه اضطريت اصور فيديوهين في يوم واحد عشان اغطي الجاب دي. قلت اصور احسن برجر في مصر، دي كانت افتكاسه من عندي كده عشان بحب الاكل جدا، واصور كواليسه. اوكي. فانا كده طلعت الفيديوهين. سبحان الله الفيديو ده طرقع بشكل انا ما فهمتوش لحد دلوقتي فعلا. اصل انا فاكر حاجه زي كده يعني. انا فاكر الموضوع ده حصل ساعتها، وفاكر ان دي النقله اللي هي بتاعت الفيديو بتاع البرجر. انا صراحه ما كنتش ولا اعرف الحوار حصل ازاي اصلا خالص. بسم الله. طيب احنا عرفنا ان انت بتحب الملوخيه قوي، صح؟ جدا. جت ازاي؟ انا جدتي بتعمل ملوخيه حلوه قوي، مامتي بتعمل ملوخيه حلوه قوي. فطبيعي طلعت بعشق حاجه اسمها ملوخيه. بعشق بقى، ممكن اكلها كل يوم، فاهم؟ خصوصا انا برضو عندي اقتناع ان الاكل الوحش احنا ما بنحبوش هو اصلا بسبب ان اهلنا بيعملوا وحش. ونفس الكلام الاكل الحلو، يعني الاكل الحلو الاكل الحلو اللي بنحبه بسبب ان اهلنا بيعملوه حلو. ف دي قناعه عندي يعني. طيب هل كلت ملوخيه بره؟ ده اكيد طبعا. طبعا صح. من مطاعم وكده طبعا. هل في مطعم حسيت ان هو قريب شويه من؟ في مطاعم بتعملها حلو، بس هيظل برضو مفيش زي البيت كده البيت الكينج يعني. بس في محاولات مش وحشه. حلو. عايز تعدي؟ تعال. بحاول. عايز تعدي يا باشا؟ تعال يا باشا، خد هذا الشيء. انسى هاو رياض محرز. طب عمرو بتعمل ايه في الايام اللي مفيش فيها تسجيل او مفيش فيها فيديوهات؟ بقضي مع العيله، او بلعب، او بتفرج على انمي، او بتفرج على مسلسل او فيلم يعني. ده الجو يعني. اصل عارف احنا كصناع محتوى، انت في فيديو اللي هو الفيديو الاسبوعي اللي الواحد بينزله عادي. ايوه. غير الشورتس بقى والريلز والحاجات اللي بتنزل في النص، انا بتكلم في الفيديو الكبير. ايوه. الواحد بعد ما بيسجله بيحس ان هو عمل انجاز عظيم، بيبقى عايز بعديه بريك. ايوه، عايز تفصل بقى، بريك كبيره كده، فاهمني؟ تحس فيها ان انت بتكافئ نفسك بيها، فاهم؟ فكان شيء مهم جدا ان انا اسالك عملت كده ازاي ولا طيب ماشي. اوكي. طيب انت موضوع الانمي بدأ معاك ازاي؟ من مساب اول بذره خالص كانت سبيستون. طبعا انت اتربطت بسبيستون وانت صغير مثلا او كده، فبقيت احب يعني حاجه اسمها كرتون. اه فاهم. لما كبرت شويه بقى انا عايز
نايس تراي. عايز فاهم بحاول عايز اتفرج بقى على الاصل بقى. عايز اتفرج على كونان بتاع زمان، عايز اتفرج على حاجات بنت اصلا كنت بتشوفها بس مدبلجه وكده، ففرصه انك يعني النت بقى ومش عارف ايه، فانك تشوف بقى الحاجات بقى اصلها ايه وكده. دي كانت رايحه. اوكي. بقول لك اللعب مع الكلام شيء مستفز جدا. ليه بس؟ لا والله حلو. يلا بينا. في حلاوه كده من جوه. يلا بينا. طيب ايه اكتر انمي بتحبه؟ ون بيس. وان بيس يعني انت بتحبه لدرجه ان انت ممكن تقعد تتفرج عليه كتير؟ انا شفته 3 مرات مثلا. يعني لا بحبه قوي يعني. ون بيس ماي فيفورت انمي ايفر يعني. اصل انا عايز اقول لك انا عمري ما اتفرجت على انمي يعني اصلا اساسا خالص. انا عارف وجود الانمي ومش بقلل خالص من الصناعه دي او من فايتك في حاجات وحشه، بس فايتك متعه في حاجات حلوه قوي فوق ما تتخيل. انا بس عايز اقول لك على حاجه. ازاي عملت كده؟ يا عم عايز اقول لك على حاجه. الموضوع بدأ ازاي؟ انا اصلا من وانا طفل انا ما بحبش الكرتون. اوكي. يعني انا ما كنتش طفل بيحب يتفرج على كرتون اصلا. اوكي. طب انا كنت كطفل بعمل ايه او ايه اكتر حاجه؟ جيمنج. الجيمنج من ساعه السيجا والاتاري والفاميلي والليله دي فاهمني. من ساعتها على فكره محاوله طيبه يعني. طيبه هي فعلا طيبه قوي. طب خد دي بقى. اكتر حاجه كنت بحبها كنت بحب اعملها وانا طفل ان انا اتفرج على فاكر الاولمبيات اللي كانت بتيجي والعاب القوه وبتاع ومش عارف طبعا. يا لهوي انا اتسحلت فيها كتير دي. انا بقى كان كفرجه. بالظبط كنت بحب قوي اقعد اتفرج على الحاجات دي واقعد اشوف الناس بتعمل ايه وبتاع. والمانيا بتكسب، لا فرنسا مش عارف بتفوز. أيوة اليابانيين الكوريين دول. حلو وادي اول جول. حلو ومش هحتفل يلا. حلو فاهمني. فكنت بستنى مثلا الاجازه بتاعتي والبطوله بتاعت الاولمبيات عشان خاطر اصحى الصبح بدري اتفرج على الحاجات دي. فعمري ما كنت طفل بحب الكرتون خالص. فده كان بالنسبه لي الفن بتاعي ان انا اقعد العب بالسيجا والاتاري والحوارات دي. بس يا سيدي فدي كانت قصتي مع قصه الكرتون والحاجات اللي انا ما كنتش بحبها وانا صغير دي. وعلى فكره انا ما بحبش الشوكولاته. طفل ما بيحبش الكرتون ولا بيحب الشوكولاته. انت طفل غريب قوي. ما كنتش طفل. ده ايه ده اللي ناقص فاهم ازاي اعمل الشوكولاته؟ انا بشوف ناس كده بس قليلين قوي يعني بحب الشوكولاته. يعني ايه ما بحبش الشوكولاته يعني مش فاهم. فعلا والله يا عمري انا مدمن. انا مدمن شوكولاته مدمن يعني. انا عايز اقول لك لغايه هذه اللحظه انا بحب الشوكولاته. يعني ما اعرفش امسك شوكولاته خام واكلها. لو مثلا حطيت قدامي حتتين جاتوه، واحده كريمه او فانيليا والتانيه شوكولاته، هتلاقيني بدوس في الفانيليا او الكريمه. ماليش في الشوكولاته خالص بكل منتجاتها بقى فاهم. فايتك برضو متعه كبيره قوي. انا لازم برطمان نوتيلا ده يبقى معايا في البيت حاضر يعني. نوتيلا شوكولاته لا لازم. انا مدمن شوكولاته فعلا. طيب خلينا اسالك سؤال خاص بالتعليقات السلبيه. عاش بنزيما برافو عليك. خلينا اسالك سؤال خاص بالتعليقات السلبيه شويه. عارف في البدايه لما كنا بنشوف دايما تعليقات سلبيه تتضايق جدا. بتيجي على نفسيتك قوي فاهم. قول لي الموضوع ده بدأ معاك ازاي وانتهى بايه؟ هقول لك انتهى بايه. مش هتقول لي بدأ معاك ازاي. ماشي معلش يا جماعه الراجل مركز في اللعب. موضوع التعليقات السلبيه انتهى معاك ازاي؟ انتهى ان انا ما بقتش اركز معاه خالص، وبعمل بلوكات كتير قوي لاي حد بيتجاوز حدوده. مش يقول رأي مخالف عني. لا يتجاوز الادب والحدود. بلوك اختفي. طيب واحد مثلا كتب لك كومنت هو سلبي هادم بس ما تجاوزش الحدود، بتسيبه ولا بتعمله بلوك؟ لو مجرد اللي هو عايز يقول رأيه عشان لمجرد عايز يقول رأيه وخلاص، والرأي ده مش صح،
تمام او يعني في اجحاف عليا ممكن امسحه، بس ممكن مش بلوك. فاهم؟ ما يستاهلش البلوك ساعتها يعني. انا بص انا مش فكره انا اقعد اشوف مين هياخد بلوك ومين مش هياخد بلوك، بس انا بشوف انه اي حد هيأثر على انتاجيتي او هيأثر على رأيي، طب انا ما بتتفرج عليه ليه؟ طب شوف حد انت شوف انت لو انا مش مناسب ليك كصانع محتوى مثلا، او الفيديو اللي بعمله ده يعني انت شايف ان هو حاجه وحشه جدا او مستفزه او ما تتفرجش عليا، شوف حد تاني انت بتنبسط معاه واتفرج عليه واكتب له كومنتس انت بتحبها. على فكره انا بلاقي بقى يعني انا اكتشفت لما كنت مره رايق كده، فكنت بقرا بقى اقعد كومنتات عند ناس تانية مثلا في قنوات تانية او صفحات الفيسبوك تانية او كده، بلاقي ان الناس اللي بتدخل عندي دي هي رايحه عند ناس تانية تقول نفس الكلام. يعني هو ماشي عمال يوزع طاقه سلبيه في الكون. طب ليه يا حاج؟ يعني استفدت انت ايه كده دلوقتي؟ فهو بتحسها كانها خصله في الشخص، مش مجرد رياكشن على الفيديو بتاعك، هو شخص سلبي، هو شخص سلبي وعمال يوزع في طاقه سلبيه على المجتمع. احلى حاجه تعملها ليه ان انت تديله بلوك متين. صحيح. الكره دي كانت عارف لو كانت عدت من راس اللاعب. انا فعلا يعني مش عذر، بس انا عشان بتكلم وكده فمش مش مدي الفول باور، بس ماشي. اصل هقول لك على حاجه خاصه بالتعليقات السلبيه دي. انا في بدايه ما بدات كانت وصلت المره في مرحله عمر ان انا قلت لمراتي بقول لك انا هقفل الصفحه، واللي هو ايه عارف، انا عمري ما طلبت ان انا ابقى مشهور. انا اسف على الجمله، بس انا عمري ما طلبت ان انا ابقى مشهور والله بجد. وعارف انت نمت صحيت لقيت الفيديوهات جايبه رياكشنات وفولوز ولايكات وبتاع مش عارف ايه، والتلفزيون باعت لي، وعمري ما طلبت ان انا ابقى مشهور. فانا عمري ما طلبت ان انا اتشتم. انت فاهم قصدي ازاي؟ وكان في ناس بقى الناس بقى اللي كانت بتخش تشتم وعملت لي عقده ساعتها، الناس اللي كانت بتخش فيك بقى وفي اهل بيتك. انت فاهم قصدي ازاي؟ اللي هو طب يا ابني طب اشتمني انا كفايه عليك، انا مضايقك، اشتمني واعمل لي بلوك، اعمل لي ما تتفرجش عليا تاني. لا يخش بقى فيك انت واهل بيتك. فاهم قصدي؟ فقلت لمراتي ان انا هقفل الصفحه وبتاع. ساعتها هدتني وبصراحه ساعدتني كتير يعني ان انا اتجاوز النقطه دي. ومع الوقت كده عملت لنفسي تريننج عمرو، وبقى كومنتات ازاي تعرف تعمل اجنور. ازاي اعمل بلوك للناس دي كلها. طب قول لي عدى ازاي، قول لي دي ما جاتش ازاي. فبقيت بعمل انا راكنها يعني مش عارف احطها فين اكتر من كده يعني. عملت بلوك للناس دي يا برو. ولدرجه المشكله بقى اثرت معايا في نقطه ان البلوك بقى في كل حاجه. بمعنى يعني دلوقتي واحد كتب لي كومنت حلو هعمل له بلوك نفسي، بلوك عقلي يعني. انا مش انت عشان انت بقيت ما تقراش الكومنتات بشكل ليه معنى يعني. بالظبط كده. فقد معناه شويه الى حد ما. فاللي هو ايه بقى الناس اللي بتكتب لي كومنتس حلوه انا ممتن ليها جدا جدا. فاهم قصدي؟ ولكن الكومنت ما بيفرقش اذا كان هيدفعني للامام ولا لا. غير مثلا انت كده شغال كده شغال وبنتج. غير مثلا كيسز معينه اللي هو مثلا انا تابعتك وعملت كذا وانجزت كذا في حياتي بسببك. انت فاهم قصدي؟ الحاجات دي بتفرق جدا معايا. خلينا نغير الموضوع سيكا. غير يا باشا. طيب بما انك بتحب الجيمنج ما فكرتش تعمل حاجه او قناه؟ نفسي افتح قناه لو فزت. خلاص اللعب النهارده على القناه ده. عايز افتح قناه جدا، بس انا مش عايز تاخد يعني بقول لك انا عندي مشاريع ثانيه في القناه الاساسيه بتاعتي، فانا مش عايز تاخدني منها. بس لو هفتح قناه يعني عايز القناه دي تبقى يعني ليها مونتير وليها دنيتها شغاله لوحدها عشان ما تاخدنيش من حاجات تانية مهمه. بس يعني ان شاء الله في يوم ممكن اعملها ان شاء الله يعني الفكره عندك موجوده، بس انت مش هتقد انت في المونتاج بتاعها او في المجهود اللي بيتبذل ليها. عشان ما تاخدش مني كتير. هو بصراحه هولاند يا جماعه النهارده بيضيع كور ما تضيعش يعني، مش طبيعي انها تضيع. انا قلبي مع الراجل جدا. اصل عايز اقول لك انا بدات في موضوع الجيمنج وكنت حاطه في دماغي جدا، لان انا ساعه لما بدات جيمنج انا
صعب ان انا اقعد من غير انتاجيه فاهمني. فقلت طب ما اطلع محتوى من الجيمنج. انا مش لعيب قوي خالص يعني انا جيمر بس مش لعيب انت فاهمني. يعني بحب الجيمنج بس مش لعيب. انت كده بتشتمني كده والله العظيم ابدا. ما اقدرش يا باشا. يا سلام برافو عليك. اسمه ايه الواد ده؟ اليخاندرو كارفاخال. فانا حتى الشانل عندي كاتب فيها I may not be the best gamer but I am one of the best streamers. لان انا فعلا انا مش بجيم حلو بس انا كان عاجبني قوي فكره الستريم واطلع اقعد اهزر مع الناس ويبقى يبقى وقت فن وبتاع ومش عارف ايه. بس لقيت ان انا ببذل مجهود كبير قوي والموضوع كان فيه تكلفه عليا لان انا ما لقيت المجهود اللي بيبذل بيضيع مني شغل حقيقي في جيت واي وشغل. انا بقول لك هي دي بقى المشكله. هي دي المشكله الاساسيه. في ايه يعني هو الحارس النهارده شارب حاجه؟ لا انا هجيب جون بس ان اجيب جون بس شرفي عشان يعني ما نطلعش كده من الموضوع حمص. طب قول لي كيف في المدافع يعني قول لي ازاي ده ممكن يحصل. طب خد دي هوبا ماشي انا عايز اخد البتاع ده عايز اخد الفاول تحت فرصه. طب يا ايه يا عم سنتين تحت فرصه انا عايز اخد الفاول. ايوه ده جون ان شاء الله. هو بالمناسبه صحيح تحت الفرصه في الحياه بتبقى لمده كام ثانيه؟ خد دي بقى. مش هتيجي انا بقول لك انا واثق في جهازي. هو حزق كتير كده بس في حزق كتير بس قشطه. انا مبسوط. طب خد الرفعه دي بقى. خد الدبل كيك ده ماشي. طب ازاي بقى يعني انا اتشقلب له؟ طب اعمل له ايه؟ محتاجه ترقيصه محتاجه. ايوه تالت بقى عشان ايه يعني. ايوه غير في التوت. الحمد لله. لا انا بقيت جيمر هيبقى يعني كوميدي بس. I am not best gamer but I am very entertaining. طيب انت لو فتحت قناه جيمنج ايوه هل هتلعب لعبه واحده؟ هفتح دماغي. هتكون من نوع الجيمرز او لا نفسي يبقى متنوع متشعب ويعني منفتح على ثقافات كتير جدا في اللعب. العاب كتيره بقى. عايز تخم تيمات فيفا شويه مش عارف لول يعني مش عارف ده اصلا ده صالح يعني في عالم الجيمرز ده ايه نظامه بس. طيب انا شايف ان انت كفايه عليك قوي كده يا عمرو النهارده. لا اداء الصراحه مرعب منك. اخجلتمونا حضرتك بس احنا في الطريق ان شاء الله. طيب نخش على الفقره الثانيه. يلا بينا. وفي الفقره دي يا عمرو احنا هنقدم لك بوكس اسمه بوكس السعاده. الله اكل ده بوكس السعاده. لا للاسف ان هو مش اكل. ولكن البوكس ده فيه شويه رسائل. انت هتفتح وتاخد رساله وتشوف الرساله دي معناها ايه بالنسبه لك او ترجمتها ازاي. هو ده في كتير. رساله واحده بس. رساله واحده بس. قلل من استخدام السكر لمده اسبوع. هاشتاج عاده جديده. انا جاي لدكتور تغذيه. والله بص دي حاجه ممكن امر اقولها. وانا في الجامعه كنت ماشي بحساب السعرات الحراريه في اكلي. كنت بوزن الاكل زي بالانس الفيتنس وبتاع مش عارف ايه. والله وليه مش عارف كام جرام بروتين النهارده وليه مش عارف ايه وبتاع. ففي الفتره دي كنت عامل الفورمه حلوه قوي الصراحه. مش فيزيك بقى فيزيك بس كنت يعني فت يعني قوي. وكنت عايز اشوف جسمي بيتاثر بايه اكتر حاجه. فجيت شهر قطعت سكر. الشهر اللي بعده رجعت السكر تاني وقطعت ملح خالص. الشهر اللي بعده قطعت زيت. فاهم. وكل بقى حاجه يعني شهور وكل مشتقاتهم يعني. لما يوم مثلا قطعت السكر قطعت الكاتشب لان الكاتشب فيه سكر. فاي حاجه فيها سكر كنت بقطعها. كنت باخد السكر من عسل بقى طبيعي مثلا وماركه او مكان برضو مكان نظيف عشان برضو ساعات عسل مغشوش وكده. او من الاكتر كان الفواكه. ده مصدر السكر الوحيد بالنسبه لي. ملح ما فيه. جيت برضو في فتره الملح دي ما فيش ملح خالص. اي حاجه ما فيها ملح صوديوم ما فيش.
الزيت برضو نفس الكلام، مقليات مش عارف ايه، الرز اكله مسلوق مش كده، عشان اشوف انا جسمي هيتفاعل ازاي مع الفتره دي. اكتر حاجه جسمي يعني حسيت ان هي فرقت معاه قوي قوي، انا مش فاكر ولكن تقريبا كان الزيت. يعني لما حطيت زيت فرق معايا قوي. بشرتي الصراحه كانت بشرتي كانت دهنيه قوي قوي، بقت اختلفت تماما. بعد كده تقريبا الملح وبعد كده السكر، فرق ده كان تأثير باين قوي على جسمي يعني. فقال لي لمدة سكر لمدة اسبوع، عملنا اكتر من كده يا باشا. تمام. يعني المسج دي فكرتك بالفترة اللي انت عملت فيها الموضوع ده قوي. تمام. بص يا معلم، الفقرة الثالثة هي اسمها جاوب او اعمل، اللي هي truth or dare بالانجلش. تمام. عندنا شوية اسئلة هنديها لك، هتبقى صعب اجابتها جدا. بس في حالة لو انت ما حبيتش ان انت تجاوب عنها للأسف هيضطر نفرض عليك عقوبة وانت اللي هتختارها بايدك. يلا بينا. تمام. فاللي هيحصل ان انا دلوقتي هفرد قدامك كروت، كل كارت فيهم يعبر عن سؤال او جواه سؤال. حلو. انت هتسحبه بايدك، وبعد ما تسحبه هتقراه للناس عشان يعرفوا ما هو هذا الكارت، ايه هو السؤال. يلا ممكن بينا. بس نشيل الرسالة دي. يلا بينا. تمام. جاهز يا باشمهندس؟ يلا بينا. جاهز. يلا بينا. ابدا. بسم الله. انت ممكن تتجوز على مراتك؟ ايه يا عم في ايه؟ لا خالص مستحيل. انا جاوبت اهو، مفيش لا مفيش عقاب. لا جاوبت خلاص مفيش عقاب. لا صعب طبعا. هو اصلا انا مش عارف ناس عارفه انا متجوز، في ممكن ناس عارفه بس مش عارفه. فلا يعني الموضوع طبعا فكره الجواز دي يعني مراتي، فكره اصلا الزوجه التانية دي بشكل عام بقى يعني للبشر كلها، مش لاي حد يعني، مش هو اوبشن كده. لا يعني انا بشوف لا الموضوع بشكل عام مش سهل ان حد يعمل ده، وان هو يبقى فعلا في يعني موزع وفي انصاف وبتاع. يعني الموضوع مش سهل خالص. في ناس ممكن تفتكر الموضوع كده لعب وبتاع، بس لا. بس انا كعمر لا طبعا صعب جدا. يعني مراتي وقفت معايا كتير جدا، يعني بدأت معايا من تحت الصفر، انا ما كانش معايا حاجه. فاهم؟ فصعب قوي. طيب انت ايه رأيك في فكرة الجواز نفسها؟ كتير قوي من الناس دلوقتي تقول لك بقول لك يا عم انا مش هتجوز، انا صراحه هبني نفسي الاول بعد كده. فاهمني؟ يعني الناس قصدي ما بقتش تمشي بمبدأ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هيقف معاك. هقول لك ضمن الحقوق اللي هو كتبها. بص الجواز 90% يتلخص في كلمه واحده، 90% تقريبا في الاختيار. اختيار البني ادم اللي سواء كواحده او لواحد يعني. سواء مش بس ناحيه الراجل، برضه البنت المفروض برضه تعرف تختار شريك حياتها. الاختيار ده بينسف 90% من المشاكل اللي هتقابلك في الجواز كله في حياتك لو اخترت صح. صحيح. ولازم يبقى في توافق كبير ما بينكم بشكل كويس، سواء في الاخلاق، سواء في كدين، كعادات. واحد كان عايز ياخد مطايف عني شويه عشان تبقى انا ميه وهي نار ونقعد فاهم انت الجو. باش انت لو بتحب المروحه وهي بتحب التكييف هتتخانقوا انتوا نايمين يعني. فاهم؟ لو انا عايز التكييف وانا عايز التكييف، فانا متخيل تفصيله صغيره زي دي ممكن تعكن عليك حياتك عشان انت بتحب التكييف ما بتحبش او العكس. فالتوافق او بين البني ادمين دول بينسف حاجات كتير قوي. هي بقى دي المشكله، ان الناس يعني اولا يعني مش هنلاقي حد نوعا ما شبهك وكده وبتاع، ده بياخد وقت او مجهود شويه. بس وانس ان انت عملت ده الموضوع بلس بقى. طبعا ان انت قلته من شويه، انا اتفتحت في وشي ابواب رزق من انا ما ساعتلهاش بسبب انا هتجوز. صحيح. وانا بسمع الكلام ده كتير بس انا عشته. نفس الكلام الخلفه، قال لك الوالد بيجي برزقه، كلام بنسمعه. ابواب رزق اتفتحت لي وانا والله العظيم ما عملتش اي حاجه يعني. انا ما عملتش حاجه جديده مثلا، ما عملتش حاجه مختلفه. فاهم؟ باب رزق عشان بس في حد جاي في الطريق. طب ايه اللي اختلف؟
هل انا عملت حاجه جديده مثلا؟ لا، ده رزق من عند ربنا جالك كده. فده ده حقيقي، ده موجود، بس الناس المفروض تؤمن بده وبيحصل. انا اتفق معاك في النقطه دي جدا، لان هو حصلت معانا نفسيا، يعني انا شخصيا نفسيا ايه والله نفسيا واجتماعيا وماديا وكل حاجه، ما قلتش حاجه غلط يعني حصلت معايا وتقريبا مع كل المتجوزين حواليا حصل معانا نفس الموضوع، اللي هو انا واحد من الناس قسما بربنا لغايه هذه اللحظه انا ما اعرفش انا اتجوزت ازاي، يعني ما اعرفش انا رتبتها ماديا ازاي. بص يا عمرو، انا عرفت مراتي في شهر 5، اتخطبنا في شهر 9، اتجوزنا وكنا في بيتنا في شهر 12. يا ما شاء الله. انا لما رحت خطبتها انا ما كانش معايا غير ثمن الدبله والمحبس اللي انا هخطبهم بيه. سلام عليك. فاهمني؟ نفس الفكره والله العظيم. والله. ولغايه هذه اللحظه انا ما اعرفش احنا اتجوزنا ازاي في 3 شهور. انا لغايه هذه اللحظه ما اعرفش. تفسيري الوحيد ان هو كرم من ربنا سبحانه وتعالى. يس، انا معاك جدا جدا فوق المتوقع يعني. صح، بس فعلا الناس بتؤمن بده. الناس محتاجه بالظبط تؤمن بده وبطل عك على هذا الاساس. يعني برضه بطل عك يعني. برضه العك ده بيمنع، انا بشوف العك ده بيمنع الخير. يعني عكك بقى سواء بقى انت ايا كان درجته عامله ازاي، مش شرط لازم تبقى حاجه رهيبه. اي عك انت بتعمله بيعود عليك في مستقبلك بشكل مش لذيذ ويمنع عنك خير كتير جدا. فحاول تبقى يعني ماشي كويس، تتقي ربنا في علاقاتك مع الناس، مش داخل تلعب وخلاص، وربنا يوفقك 100%. قول لنا السر محدش يعرفه غيرك. يا عم هو فين انا عايز العقاب فين ما انا ممكن اقول عادي. فين العقاب؟ جرب سؤال تالت. سلام. بص على الاسئله كلها واختار اللي انت عايزه. مين اكتر حد تكرهه في يوتيوب؟ ايوه كده هيكل بقى. فين فين العقاب؟ يعني هو في حد على اليوتيوب انت بتكرهه؟ لا ما بتحبوش. في فرق بين انا اكرهه، في فرق ما بحبش محتواه. انا بشوف دايما الاشخاص على السوشيال ميديا كلها اللي بيقدموا ده مش شرط يبقى شخص، فانا ممكن مش بكرهه هو شخصيا. انا بكره المحتوى اللي بيقدمه. انا ممكن ابقى في الحياه الاقيه شخص لذيذ جدا وطيب وجميل وكل حاجه واتعايش معاه عادي جدا، بس انا ممكن اعمل له بلوك على السوشيال ميديا، ما احبش اللي بيقدمه. فدي حاجه ودي حاجه. ففي ناس انا ما بحبش محتوى خالص على السوشيال ميديا خالص، ما بطيقش اتفرج على محتوى خالص. فاكيد وعامل بلوكات كتيره، مش كده انا عشان مش عايزه يظهر لي. يعني انا بستعمل فكره البلوك دي في حاجات الشخصيه مثلا، مش شرط في صفحتي او على اليوتيوب وكده، عشان ما تظهرليش الحاجه دي. فانا مش مهتم بالمحتوى اصلا. فاهم؟ زي ما قلت لك ممكن الشخص ده نفسه انا لما اقابله في الحياه ما اتضايقش منه خالص واتعايش معاه عادي جدا. ممكن يعني. فاهم؟ طيب يعني انت مش هتقول اسمه؟ ما اقدرش. عمر عبد الرحيم. خلاص اذا هذا سبق حصري. ايوه الراجل ده لازم يتعاقب. لازم يتعاقب جدا. فبص يا باشمهندس عمرو، الكروت دي كل واحد فيهم بلون، تمام، ومش متقسمين على حسب اللون. يعني مثلا الاحمر مش اعلى خطوره وهكذا. لا يعني انت وحظك كده. فعايزك تختار لون من دول ومنها تقول لنا ايه اللون المفضل بالنسبه لك. اللون المفضل بالنسبه لي اسود. اللون الاسود، بعد كده الازرق. حلو قوي. هل هتختار على هذا الاساس؟ لا، هختار الاحمر. ماشي. اقرا ايتين متلاوه صحيحه. يا ابني فين العقاب يا ابني؟ وانتوا جد هزروا. لا اصل اقول لك مش كل الناس بتعرف تقرا بتلاوه صحيحه. في صح طبعا. يعني مش كل الناس متعلمه تجويد صح وبتعرف تتلي القرآن صح كما هو. يعني عايز اقرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. 3 آيات. شكرا يا صدق الله العظيم. يا سيدي شكرا، أفتح الله عليك. بص يا باشا، احنا دلوقتي دخلنا في الفقرة اللي بعدها اللي هي اسمها كشف انجليزي. دي عبارة عن ايه؟ عبارة ان احنا هسألك تعرف تتكلم انجليش ولا لا، وبعد كده لو تمام ممكن نتكلم انجليش شوية. ندخل على طول يا باشا. ندخل يا باشا، دينا على طول كده من غير حتى ما اسألك تعرف تتكلم انجليش ولا لا، على طول ماشي. جربنا. Do you speak English? Very well. Okay, can you tell us about a movie you like? One of your favorites? It's very difficult to express yourself
with this language but I will try. اوكي لازم بس نقعد قاعد في انجليزي عشان دي قاعده محترمه كده تقعد كده. اوكي One of my favorite movies is The Limitless. Yes. Okay. It is about a pill that makes your brain work 400 times better, something like this. Okay. I love this movie very, very much. Okay. Yeah. So, do you think people should learn English or have to? Have to. Okay. Do you think people have to learn English Yes. or must learn English? Must. واخد بالك عمال اعلي فاهم. اديني. Give me. Give me on the potato. So they must learn English. It's a very important skill. You must have it, yeah. Okay. I love the way that you said skill, not a language, because I also think English is not a language anymore. It's a skill. It's Yes. like you can eat, you can drink, you can work, you can speak English. I agree with you 100%. I love it. تسمح لي اديك في الفقرة الخامسة كورس انجليزي؟ اتفضل. عجبني توجه ما سخيف. انا لا بدور على كلمه مناسبه كده قلت اتفضل. ما لقيتهاش. يلا ادخل. بس فكره الانجليزي بس خلينا نقول الحته اللي قلناها في الاول انه هو فعلا يعني انا ممكن مبقاش جامد في الانجليزي الصراحه يعني ككلام ممكن دي اضعف مهاره عندي في اللي هي الكلام بس انا بعرف اتعامل لما خرجت بره كده مصر شويه لا التعامل ايه بأدي فاهم بوصل انا عايزه بسمع بعرف اسمع كويس جدا بقرا كويس جدا بس ممكن عشان الممارسه قليله قوي خصوصا مره كنت دارس عربي فالموضوع اخذ تطور بسيط شويه عشان يطلع بشكل كويس يعني ولكن هي مهاره انا بشوف اللي ما يعرفش انجليزي خالص يعني ميح ده انا بشوفه امي حرفيا لان هي حاجه اساسيه دلوقتي في العالم فيه ده بشكل مرعب فانا مش عارف انجليزي ده لا انت في فايتك عالم انت ما عشتوش خالص يعني فمهم جدا. انا عايز اقول لك ان انا متفق معاك في الجزئيه دي وانا دايما بتكلم عنها حتى في الفيديوز وفي الكورسز اللي انا بقدمها وفي الدنيا كلها ان الانجليش على الاقل خالص هيفرق معاك من 30 ل 40% في المرتب بتاعك حتى لو اول شغلانه ليك يعني احيانا بتوصل ل 100%. انا معاك جدا ده حقيقي 100%. فمن هنا حابين نفكر الناس ان السبونسر بتاع الحلقه جيت واي هو جيت واي انجلش نشرب عاملين لنا كوبايتين شاي ايوه ده في بودكاست عمر عبد الرحيم من شركه عمر عبد الرحيم. الموضوع ده غريب جدا يعني شركتي عامله رعايه للبودكاست بتاعي على قناتي اللي هي مش تبع مش عارف عايز تعلم انجليزي تعال عندنا هتنبسط. خلينا نخش على الفقره الخامسه وهديك دلوقتي كورس انجليزي. give it to me. اوكي عارف كلمه كاتيجوري كاتيجوري عاش او عاجبني عمرو ما شاء الله لا من الواضح انك يو ار سو very very deep on it go خليك فريش. اصح النطق للكلمه دي زي ما انت قلت كده اللي هو كاتيجوري هو ده الامريكان نتعلم من الشخص الصح. ده حبيبي ده الامريكان برونانسيشن بتاع اشهر حاجتين هو البريتش برونانسيشن او النطق البريطاني والامريكان برونانسيشن او النطق الامريكي يعني هو في حاجات غير كده بس دول اشهر حاجتين. فالنطق الامريكان بتاعها اللي هي كاتيجوري وكذلك بقى كل الكلمات اللي شبهها يعني اخر اي حاجه تقريبا اخرها اوري بتبقى اوري نفس النطه بالظبط كده نفس الكاتيجوري الكاتيجوري انت مصمم ما لازم بقى يا لابوراتوري مثلا اوبليجاتوري الحاجات اللي شبيهه كده دايما ايه بتنطها في البريتش هتلاقي مختلف يعني بتتنطق كاتيجوري فاهمني obligatory كده فبيختصروا الكلام اكتر. حلو فبتفرق من هنا ده كان الكورس بتاع النهارده. لا بس لا جامد انا بستفيد الصراحه من الحاجات دي يعني خصوصا مثلا فيديوهات صغيره وكده تطلع في النت وبتاع خدت معلومه على السريع فاهم وهكذا فبتفرق قوي وبتثبت معاك جدا. حلو قوي. نخش على الفقره السادسه ودي ممكن تكون شائكه شويه يا عمرو. هقرا لك فيها النكت بتاعت المتابعين بتوعنا بتوعك انت بتوعي انا فاهمني انا مش دعوه
لا مش متابعين بتوعك انت، ونشوف الرياكشن بتاعك عامل ازاي. والله والله بقى المتابعين بتوعك لما شافوا الحلقه حسوا ان ممكن يأدوا اكتر من كده، ممكن يسيبوها لنا في الكومنت براحتهم. يعني انا ما بحبش حد يشارك الصراحه. لو عندك حاجه حلوه كتابتكش حلوه ما تكتبش، يعني انا بقول لك اهو. عبد الرحمن نصار بيقول لك ايه، مره واحد اقرع اتزحلق وقع على دماغه اتزحلق تاني. يعني هو اقرع اتزحلق وقع على الصابونه اتزحلق تاني. ماشي. عبد الرحمن عادل المليجي بيقول لك ايه، مره 2 بلدياتنا سافروا بلاد بره وسكنوا في ناطحه سحاب في الدور 99. في الدور الايه 99 ونزلوا يشتروا شويه طلبات، فلما رجعوا لقوا كهرباء قطع، فقرروا ان هم يطلعوا على السلم. فين؟ عند الدور 98 يا معلم. واحد منهم قال للتاني عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. قال له قول. قال له تمام. قال له الخبر الحلو اننا فاضل لنا دور ونوصل لل 99. قال له طب والخبر الوحش؟ العماره دي مش بتاعتنا. هي طويله بس لذيذه يعني. اوكي. مصطفى طه بيقول لك ايه، مره واحد فكهاني كان بيتفرج على فيلم رعب مات من الخوخ. انا ضحكتش من ادائك بس. ما انا حاولت يعني ادائك حلو، حاولت احط يعني ادائك لذيذ، بس هي كواحده يعني ما يقولش تاني. احمد جاي مش عارف دي ممكن تبقى جمال او حاجه، بيقول لك ايه، مره 2 عواجيز عندهم زهايمر راحوا لصاحبتهم الثالثه اللي برضو عندها زهايمر، كل شويه تضيفهم بشاي، يعني خلصوا الشاي تشيل تجيب لهم شاي تاني، فاهمني؟ راحوا لما مشوا واحده منهم بتقول للثانيه صاحبتك دي ولا شربتنا حاجه. قالت لها الثانيه والله لو كنت معاكي لو كنت هزقتها. نيكست. ماشي. انا ما فهمتش حاجه. مش مشكله. الحمد لله انت ما فهمتش حاجه. يعني نفسي دي اي رأيك الصراحه، بس ما فهمتش. مش مين عنده زهايمر بالظبط؟ تقريبا احنا مش عارف. والله بجد توت. بص يا سيدي، عمر اشرف الحميلي بيقول لك ايه، مهندس زراعي اتطرد من شغله عشان عامل مشاتل مع الناس زمايله. قديمه صح، قديمه قوي. برضه حسيت ان مشكله. في نكته انا مش فاهمها بس جايز الكرويين يفهموها، ما اعرفش. زملكاوي بيسال اهلاوي، ده عماد جمل بيقول لك زملكاوي بيسال اهلاوي مش شايفينكم، رد عليه سطلان المره القادمه. والله بجد حلوه. يا عشان انت بشرحها لي عشان هو ده ترند الفتره دي. سطلانه ده لما الاهلي اخد افريقيا وكده، فكانت في اغنيه مش سطلانه، فهو يعني اخد بس سطلانه دي وسطلانه المره القادمه، فبيرخب الاثنين مع بعض، فلذيذه يعني. اوكي. مش حلوه تشرحها بس هي حلو. لا تمام. لا حلو عشان هي جديده. يعني عشان لسه موضوع جديد وفريش، فحلو. يوسف عمر بيقول لك ايه، مره واحد شاف برجر وبطاطس بيجروا، فسالهم بتجروا ليه؟ فقالوا له اصل احنا وجبات سريعه. دي بتاعتك ده. هي عارفه تبقى احلى امتى؟ لو قالوا لهم انتوا بتجروا بسرعه كده ازاي؟ طب عشان احنا وجبات سريعه. صح. لا طب هل بعد يوسف عمر، شكرا يا يوسف. شكرا عمر جدا. شكرا للناس اللي كتبت النكت الجميله دي واللي حسابها بعدين. بس انت عندك نكته ممكن تقولها لنا تعالج اللي حصل ده؟ النكت، بص انا النكت اللي عندي كلها في الغالب هتلاقيها برضو لا ترقى المستوى. بس انا ممكن اجرب حظي في واحده انا اخويا بيحبها قوي وكل يعني صاحبي بيقولها كتير، فانا هقولها وخلاص بقى. انت ضحكت قبل ما تقولها يا عمر. انا افتكرت هو يبقى قالها لي. واحد كان لابس جلابيه، روح البيت علق الجلابيه ورا الباب ونام على السرير. شويه الجلابيه وقعت، الحمد لله ما كنتش فيها. ضحكت على انا اكتر من ضحكت مع النكت. خلي بالك اللقاء بيفرق قوي. انت عجبتك ولا انت ما جمعتهاش في الاول؟ لا انا فهمتها وجمعتها، بس عجبني القفله بتاعتك قوي. فهي لو عجبتكم فانا قلتها حلو، لو ما عجبتكوش احمد اخويا ده بالظبط مش بتاعتنا. انا بحب احمد جدا طبعا، بما انه ذكرنا اسمه يعني، فهو اللي معايا في كل حاجه يعني. ما شاء الله.
ما شاء الله ربنا يبارك لكم. انا عارف احمد وقابلته اكتر من مره. الحقيقه حد بحسه حفروك قوي. حفروك اللي هو عايز يشتغل على نفسه وعايز يتطور دايما، عايز يتعلم حاجه جديده. يعني ده اللي انا حسيته منه بصراحه. دلوقتي بقول لك انا كل حاجه دلوقتي مع بعض بقى على طول. ما شاء الله. طب عمرو انت بجد نورتنا النهارده حبيبي. والله بنورك، انا مبسوط جدا ان انا ظهرت معاك في الفيديو. والله احنا مبسوطين اكتر فعلا. انا بحب عمر عبد الرحيم قوي قوي قوي. فاول ما قال لي نظهر قلت له يلا بينا يا باشا، يلا انا جاي على طول. والله حصل فعلا. يعني حتى بص عمرو جايز ما بنشوفش بعض كل يوم، بس لا عمرو من الناس اللي انا بقول عليهم يعني مقربين ليا. بنلعب مع بعض كتير اونلاين يعني مش واحنا قاعدين في نفس المكان. بس من الناس اللي لما بتكلمني تقول لي انا عايزك في فيديو، بقول له قشطه. يا طب استنى طبعا انت برضه الفيديو فاهمني. لا مش عايز، انا جاي على طول يا باشا. فبجد بسطنا حبيبي. وانا في بعض النقاط كده في الحلقه انا ما كنتش حاسس ان احنا بنصور، يعني كنت حاسس ان احنا بندردش عادي. مش دردشه صحاب. حبيبي. فجيت واي برضه حابه اقول لك شكرا وتقدم لك هديه كده صغننه. هذه هديه صندوق اسود هذا. فيها بضع الحاجات اللي مش عارف افتح يعني تحتاجها في يومك ولا لا. ممكن تقول لي افتحها لو حابب ان انت تفتحها. ايوه نوت بقى وكده. ماشي ثانيه. ايه ده الله جامد قوي ده فعلا. انا بحب الحاجات دي قوي. هو يكون بيسرب؟ لا خالص، هو حراري يعني من فوق كده بيقول لك درجه الحراره. اوه ماي جود، ده بجد. ده في درجه حراره بتظهر لما ندوس هنا. الله ده جامد قوي ده. عملتها ازاي دي؟ هو ايه ده؟ ده من الذين في فلتر قهوه كمان. حصل ده. لا ده هحييك عليها دي حبيبي. شكرا جدا، تسلم لي يعني. تدوبه في عرق العافيه يعني تستاهل المشوار ان اجي لحد هنا عشان اخد البتاع دي. المج ده انا لما بستخدمه شخصيا بستخدمه كترمس. يعني لو عايز مشروب سخن يفضل محتفظ بحرارته شويه، او خارج مثلا مسافر بتاع، بصراحه بينفع كتير. الله والله يعني كل الحاجات دي طبعا حلوه وبتاع. انا معلش هي لا تمام زي الفل. بس انا برضو بحب النوتس جدا، النوت بوكس جدا. يعني ممكن ما احبش دي بس احب النوت اللي بتتقفل كده وبتاع، بعشقها الصراحه. دول الصراحه والله خجلتم تواضعنا ولا مش عارف اسميها ايه. والله يا باشمهندس عمرو ده شرف لينا حبيبي. وجيت فعلا انها تتشرف ان انت تبقى بتستخدم حاجه منها يا باشا. شكرا على الهديه الحلوه دي. هناخد الصندوق كمان. طبعا. والله احنا بنصور بيه بس يعني بعد كده هنشيله تاني. والله بجد. سجلده بقى وانت مكلف. حابين نشكرك مره تانية وان شاء الله دايما كده نشوفك بالخير. وهتلاقوا طبعا يعني لو انتم مش متابعين عمرو شريف ده هيبقى شيء غير منطقي خالص. لا يا عم اكيد الناس مش عارفاني برضه. هتلاقوا لينك قناه عمرو موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو. فلو عجبك الفيديو ما تعملش لايك ولا كومنت لان انا ما بحبهمش بصراحه. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.